انت جامد قوي ولزوز وحلو قوي. صوتك يا حبيبي، وطي صوتك. يبقى لم نفسك. ايه رأيك في القمة؟ والله انا اقول برضو تاني ان احنا برضو هناخد 3 بونت ان شاء الله، يعني غصبا عن انف اي حاقد وعن اي حد، واحنا يعني كده كده المكسب مضمون ان شاء الله في البيت يعني. توقعاتكم مين هيكسب؟ لا اكيد لا الاهلي ان شاء الله ما فيش نقاش. اكيد الاهلي يعني واخدين ثقه من بطوله افريقيا وبتاع، ما فيش. الاهلي طبعا عنده معنوياته عاليه والمدير الفني عامل شغل كويس جدا مع الفريق، فان شاء الله نتوقع فوز الاهلي بنتيجه كبيره كمان، يعني مش بنتيجه قليله. زي ما كانش ينسحبوا يعني. توقعاتك ايه الماتش الاهلي والزمالك الفترة القادمة؟ ان شاء الله ان شاء الله هنكسبهم كالعاده يعني ان شاء الله. اوعى يلا انتوا كلكم عليا. ايه باذن الله. واصلا الاهلي في احسن حالاته والزمالك مش في احسن حالاته، بس احنا كده كده الثقه في اللعيبه، واحنا ان شاء الله طول الفتره اللي جايه مش هنشوف حد في افريقيا اصلا. خط احمر، احنا خط احمر، احنا حكايتنا على الله يا بلد، محدش بيعرف يجي معانا في الشغلانه دي. احنا رقم واحد وما بيشغلناش واحد، عشان لو شغلنا واحد هناكله على الله. ان شاء الله ابعتها له في وشه. مين ممكن يسجل الأهداف؟ ان شاء الله بيرسي تاو يحتفل الاحتفال الشهير بتاعه. رقصة بيرسي تاو. انت شايف الاهلي هيلعب في الصف الاول ولا الناشئين، ولا مش هيبقى ليه دور اصلا المره دي؟ لا ان شاء الله هنلعب، واحنا كده كده بنلعب اي ماتش باي ضغوطات باي وقت مش هتفرق معانا، وكده كده الاهلي بمن حضر صغيرين او كبار. شايف ان جمهور الزمالك ممكن ينسحب لو الاهلي غنى سطلانه تاني؟ كده كده اي حد هيتغنى قدام سطلانه هينسحب وهيتضايق جدا، زي جمهور الرجاء غنى سطلانه ضد الوداد. طب ما تيجي نغني سطلات. اوه سطلانه سطلانه لنا سطلانه، اهلاوي انا والفخر ليه. شكرا.